عمرك دخلت أوضة فيها ناس أو في أي تجمع عائلي فضلت ساكت لأنك مش عارف أنت عايز تقول إيه أو مش عارف تقول إيه أصلا؟ قلبك بيدق وإيدك بتعرج وكل خلية في جسمك بتصرخ بأعلى صوت وتقول لك اهرب. لو حصل معاك كده فأنت مش لوحدك، ده اسمه الرهاب الاجتماعي. الرهاب الاجتماعي هو اضطراب نفسي بيخلي الإنسان بيحس بخوف غير منطقي لما يتعامل مع الناس، وده عكس الخجل أو الكسوف، لأن ده خوف حرفيا بيشلك، بتخليك مش قادر تتكلم، مش قادر تتحرك، مش قادر تعمل أي حاجة. الشخص بيكون متوقع إن الناس دي هتحكم عليه أو هتضحك عليه أو تتنمر عليه بأي طريقة من الطرق او تقلل منه. طب ازاي اعرف ان عندي الرهاب الاجتماعي مش مجرد خوف او كسوف عادي؟ لما بتدخل مكان في ناس او لما ضيوف بيجوا عندكم البيت بتحس ان قلبك بيدوق كانك بتجري في ماراثون، وكمان بتحس انك مش عارف تتكلم ووشك بيولع وايدك بتعرج، وبتحب تتجنب اي مناسبه اجتماعيه حتى لو صغيره. لو ده بيحصل لك فانت عندك رهاب اجتماعي. ممكن حد يسال ليه ده كله بيحصل؟ اصلا جينات، ممكن كيمياء الدماغ مش مظبوطه، احتمال تعرضت لموقف محرج وانت صغير، وارد جدا. كل الحاجات دي ممكن تبرمج دماغك ان الناس خطر ممنوع الاقتراب منهم. المشكله مش في الخوف نفسه، المشكله في الحاجات اللي بتترتب على الخوف، يعني انك ممكن ترفض شغلانه او ممكن تهرب من مقابله او ما تعرفش تكون علاقات، وكمان ممكن يضيع عليك فرص كتير جدا في حياتك. جميل في الموضوع ان له حل، بس قبل ما نبدا في الحلول بتاعته لازم اول حاجه نعترف بالمشكله نفسها، نقول انا عندي رهاب الاجتماعي. بعد ما اعترفنا بالمشكله هنبدا ندخل في الحلول. واحد، افهم انت بتخاف من ايه بالظبط، حدد بالظبط الحاجات اللي بتخوفك. هل بتخاف تتكلم قدام الناس، ولا بتخاف تبص للناس في عينها، ولا كمان بتخاف ان حد ممكن يسالك سؤال محرج منهم؟ اكتب الكلام ده كله في ورقه، لان اي حاجه هتقدر تسميها وتمسكها كده هتعرف تسيطر عليها وتعرف تتعامل معاها صح. تاني حاجه، قسم الخوف على مراحل، ما تواجهش مره واحده، قسم الخوف على مراحل صغيره. ابدا بالحاجات الصغيره، قول صباح الخير لحد ما تعرفوش، او كمان روح اطلب او روح اشتري حاجه بنفسك، مش لازم حد يشتري لك حاجه. ولو قاعد كمان وسط مثلا شلتك او حد من صحابك، ابدا اسال، قول اي حاجه، عبر عن رايك بحاجات بسيطه. لازم تفضل طول القعده انت تتكلم، ولكن اسال سؤال. الحاجات دي كلها بتبني ثقة عندك ان ده مش خطر، وانك ممكن تتعامل فعلا معاهم ومفيش اي مشكلة. وزي ما قلت لك كل مرة بتعمل كده انت بتكسر حاجز الخوف اللي عندك، فبالتالي عقلك يبدأ يقول ده شيء طبيعي، مفيش اي خوف، مفيش اي خطر عليك. ثالث حاجة، التكرار او التعود. خدها قاعدة كده، الحاجة اللي بتكررها هتبطل ترعبك. لو في مكان اجتماعي معين بيخوفك روحه باستمرار، مش شرط تروح تتكلم، روح بس اقعد ويتفرج وشوف ولاحظ الناس بتتعامل ازاي، وبعد كده شارك حتى لو بكلمة بسيطة. الموضوع ده زي الجيم كده، انت بتروح بس اول يوم بيكون صعب جدا، وبعد كده عقلك وجسمك بيتعودوا على الموضوع ده. رابع حاجة، خليك واعي بعقلك، لان عقلك هيبدأ يوهمك بحاجات علشان تهرب من الموقف ده، لانك خايف وهرمون التوتر عندك عالي، فبالتالي هيحاول يوهمك باي حاجة، زي الناس دي هتضحك عليك، الناس دي هتتنمر عليك، الناس دي هتقول عليك، هتحكم عليك باي حاجة، هتفضحك بحاجة. كل ده وهم هو بيحاول يسلطه علشان انت تبدأ تهرب وتخلع بسرعة. خامس حاجة، احضن التوتر. التوتر مش عدو ليك، حاول تتعامل معاه كأنه موجة انت بتحاول تتفاديها، وبعد كده الدنيا هتمشي عادي. رقم 6، احتفل بالحاجات الصغيرة اللي انت بتعملها واكتبها وخليك فخور بيها انك فعلا قدرت تواجه وما هربتش زي كل مرة. معلش يا جدعان كنت بتوضى لسه هصلي، بس قلت اقول جملتين في النهايه. في النهايه او في الختام حابب افكرك ان الرهاب مش لعنه او مش حاجه مزمنه، وعباره عن برنامج قديم في دماغك بيحاول يحميك. انت ممكن تعمله تحديث ان الناس مش خطر، وتبدا تشتغل على التحديث ده. وزي ما قلت لك ابدا بحاجات صغيره، وبعد كده استمر بالحاجات الكبيره. وخليك فاكر ان الشجاعه مش غياب الخوف، لا، الشجاعه هي المواجهه في وجود الخوف. يعني انت محتاج الخوف هيكون موجود. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك كومنت واشتراك، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله نلتقي في فيديوهات كثيره. وما تنساش تحب الرحله، وما تنساش تحب الرحله، وما تنساش تحب الرحله، وما تنساش تحب الرحله.